ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى بوتفور تحفه جدا دايب جدا. عايزه اقول لكم بجد مقاديره سهله جدا وبسيطه، يعني اي بنوته صغيره تقدر ان هي تعمله. هنبدا كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول، بس اهم حاجه لو عجبكم الفكره شجعونا بلايكات كتير وكومنت حلو منكم. اول حاجه طبعا هنا انا مستعمله زبده، كوبايتين من الزبده لازم يكونوا في التلاجة كده متماسكين زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط، يعني يبقوا ساقعين كده وماسكين نفسهم بالشكل ده. طبعا تقدري ان انت تستبدلي الزبدة بسمنة لو حابة ان انت تعملي البوتفور بسمنة، بس لازم اهم حاجة تبقى برضو متماسكة كده وساقعة جدا. وانا هنا مستعملة الزبدة اللي احنا مستعملينها دي زبدة فرن. طبعا تقدري تستعملي اي زبدة تكون انت حباها. حطيت هنا كوباية ونص من السكر البودرة، هبدأ ان انا بقلبهم كده واقلب الجوانب لغايه ما يديني اللون الابيض، لون الاوف وايت، لون الكريم شانتيه كده بالظبط، زي ما هتشوفوا معايا كده بالشكل ده. بتضربي السكر مع الزبده لغايه ما يديك اللون ده. وهنا بقى معانا حبيتين من صفار البيض، هننزل بيضه بيضه لغايه ما اول بيضه تختفي تماما، وبعد كده بننزل تاني بيضه، يبقى 2 صفار بيض نزلناهم واحده واحده. بعد كده معانا بيضه كامله، هبدأ ان انا احط 2 باكت من الفانيليا عشان نضيع ريحة البيض تماما. 2 باكت من الفانيليا او 3. بعد كده نزلنا البيضة كاملة، بيضة كاملة و2 صفار بيض. هنا كده خلاص خلصنا. تعالوا بقى هنا بالنسبة للدقيق، طبعا احنا ما بنعيرش الدقيق، لكن انا هحط هنا ايه كوباية ونص من الدقيق، وفي البولة التانية كوباية وربع من الدقيق، عليها معلقتين من الكاكاو عشان نعمل شوية بالشوكولاتة وشوية سادة زي ما انتم شايفين كده. لغاية هنا سهل جدا. هنبدأ بقى ان احنا نجيب الزبدة اللي احنا عملناها، هنقسمها كده برضو على الطبقين، يعني هنا معلقة وهنا معلقة لغاية ما تخلصي قوام كده كمية الزبدة. هنا بقى هنعمل اللي هو البوتفور الابيض، هنقلبه كده بالمعلقة، وبعد كده هنبدأ ان احنا نستعمل ايدينا بقى، او ممكن تبدأي ان انتي تعملي برضو في العجان زي ما تحبي، بس هي مش مستاهل خالص عجان ولا اي حاجة، هو سهل جدا. بتبدأي ان انتي بتنزلي الدقيق بقى هنا بالتدريج لغاية كده ما تلمي معاكي العجينة وما تلزقش خالص في ايدك. بننزل الدقيق زي ما انتم ما شايفين كده، كل ما تلاقيها لسه بتلزق في ايدك كل ما بتنزلي لها دقيق بالشكل ده. يعني انتي هنا ما بتحسبيش كمية مقادير الدقيق، لاني على حسب ما العجينة ما تلم معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اتلمت معايا وما بقتش تلزق في ايدي، بس كده خلاص خلصت. بس اهم حاجة ان احنا هنغطيها عشان ما تنشفش معانا العجينة. هنجيب برضو اللي هو بالشوكولاتة، هنبدأ برضو ان احنا هنعجنها كده، وهننزل برضو الدقيق كده بالتدريج لغاية ما تلم معانا العجينة. اتمنى لو وصلتوا لغاية هنا وعجبكم الفكرة شجعونا بلايك وكومنت حلو منكم، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة عشان كل وصفاتنا اللي جاية هتعجبكم جدا. شايفين سهل جدا ازاي، ومخدش معايا وقت ولا اي حاجة، في ثواني كده بتلميه وبتنزلي كده دي بالتدريج. اعمليه كده في البيت وفرحي كده الاولاد بيه. عايزه اقول لكم بجد بيبقى طعمه حلو جدا. وكمان يعني انتوا عارفين طبعا الاسعار بره عامله ازاي، لكن انت هتعمليه في البيت هتعملي كميه حلوه. زي ما شفتوا سهل جدا، مش محتاج ان احنا نشتريه من بره، تقدري تعمليه في البيت بكل سهوله. ومقاديره سهله جدا وبسيطه، وعايزه اقول لكم بيبقى نفس الطعم وكل حاجة نفس الطعم بتاع برا، لكن هو سهل جدا وبسيط، يعني مش محتاج تعب ولا حاجة، وبيستوي في ثواني. وهنا بقى بعد ما سويناه، طبعا انا عملت بالمكنة اللي هي بتاعت البوتفور. تقدري ان انتي تعملي بالكيس الحلواني وتجيبي له شكل اللي هو بتاع البوتفور وتشكلي بيه العجينة. هنا بقى انا بعد ما سويته بدأت ان انا بقفله كده بالمربى. تقدري ان انتي تقفلي بالمربى او تقفلي بشوكولاتة زي ما تحبي يعني، بس انا هقفل هنا بالمربى عشان خاطر هعمل الشكل من بره بالشوكولاتة وهزينه بالمقادير اللي احنا هنقول لكم عليها دلوقتي. هنا بقى انا معانا هنا شوكولاتة سودا وشوكولاتة اللي هي البيضة وفرماسي وسوداني او مكسرات زي ما تحبي. طبعا احنا بنسيح كده الشوكولاتة على البخار، وبتحطي لها كده معلقة من الزيت كده، وبتبدأي ان انتي بتسيحيها على البخار، وبتبقى حلوة جدا.
اعملي بقى كده وشكلي للاولاد وفرحيهم، واعمليه في البيت، مش لازم ان انتي تجيبيه من بره غالي، لكن اعملي لهم في البيت كده وفرحيهم. بجد بيبقى جميل جدا وطعمه بيبقى حلو قوي. اولاد طبعا بيحبوا جدا البوتفور دوت. عايزه اقول لكم ادم مش صابر ان انا اوريكم البوتفورية. دايب دوب، عايزه اقول لكم ناعم جدا فوق ما انتوا تتخيلوا يعني. جربوه، واثقه ومتاكده ان هيعجبكم جدا، بجد تحفه جدا. وقولوا لنا ايه رايكم.